لا تخدم شخص قريب أو بعيد إلا بمقابل، حتى ولو كان المقابل هذا ريال واحد. هذه النصيحة يعني تعلمتها زمان، لكن للأسف ما قدرت أطبقها. أثناء المتوسط كان عندي أستاذي ومعلمي الله يذكره بالخير، بيني وبينه عطاء غير محدود، وشخص يعني له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة يعني في حياتي. فيوم سوالي خدمة، الخدمة هذه بسيطة جدا يعني، تكلف تقريبا 1000 ريال، فأخذ مني 50 ريال. فاستغربت أنا يعني تاخذ مني 50، يعني أنت لك فضل، يعني ممكن تعطيني أو أعطيتني أشياء بالمئات بل الآلاف، فجأة تطلب 50 ريال عشان هذه الخدمة. فصراحة زعلت وتحسست من هذه يعني، وأعطيته 50. قلت له فيما بعد يعني بعد ما حس إني زعلان ومتغير عليه، قلت له يعني والله صراحة أنا زعلان منك. بعد ما سألني ليه، قلت له يعني بيني وبينك عيش وملح، وبيني وبينك أشياء لا تقدر بثمن، فتطلبني 50 ريال على شيء يعني غريب. يعني ليش 50 يعني؟ طيب الخدمة هذه أنت تسويها الغريب 500 ب1000 ريال، فليه 50؟ قال لي يا محمد أنت عارف إني مو بحاجة 50، وإن الخدمة تسوى أكثر من كذا، لكني أعلمك درس بتذكرني فيه يعني مع الزمن. فقال لي تعود إنه لا تقدم خدمة لأي واحد إلا بمقابل، حتى ولو كان ريال، أو هذه الخدمة تسيبها يعني أبدا ونهاية لله سبحانه وتعالى. فقال لي لكن أنت حط الريال هذا عشان لو في يوم من الأيام الشخص هذا نكر الجميل أو نكر العشرة، تكون ما أنت زعلان على الخدمة أو العطاء أو الأشياء اللي عملته معه. أنا الحين بعد عمر طويل والله إني أوجه تحية لأستاذي والمربي والأخ الفاضل اللي هو أكيد بيسمعني الحين، إنه كلامك صحيح، إنه موضوع 50 هذه والله عظيم، إنه ما في موقف يمر علي، ما في بيعة أبيعها، ما في خدمة أسويها إلا وأتذكر 50 هذه حقك. لكن والله إني أؤكد لك للحين وللأسف إني ما قدرت حقيقة إني أخدم أي شيء أو أي شخص بمقابل. يعني لما يجيني شخص يبغى مني خدمة، فعادة يا أخدمه كذا بشيء يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، أو إني أوديه لشركة ثانية أو مؤسسة ثانية وأفتك من الإحراج أو من الندام فيما بعد.